سألت الفترة اللي فاتت كتير جدا عن البولي لاك. كل الناس تقول لي انا عايز اعمل مطبخ بولي لاك، عايز اعمل مطبخ بولي لاك، ولما بيعرفوا حقيقته بيتصدموا جدا. لو نفسك تعمل مطبخ بولي لاك ومش عارف البولي لاك ده عبارة عن ايه، هجاوبك في الفيديو ده بشكل سريع. ايه هو البولي لاك وايه هي مميزاته وايه هي عيوبه؟ خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سلام عشري وده مطبخ العمر. ناس كتير بتسالني عايز اعمل مطبخ بولي لاك يا باشمهندس، مش البولي لاك ده افضل حاجه في المطابخ؟ طيب انا النهارده ان شاء الله هوضح لك ايه هو البولي لاك وايه مميزاته وعيوبه بشكل سريع جدا، بحيث ان انت ما تملش معايا في الفيديو. اولا البولي لاك زيه زي كل المطابخ الخشب الصناعي، الاتش بي ال، الكليريك، البي في سي، اللامي جلوس، الجلوس ماكس، واخيرا اليو في لاك والبولي لاك. طيب ايه هو البولي لاك؟ البولي لاك ده عباره عن الضرفه الخارجيه للمطبخ فقط لا غير، انما الجسم الداخلي بيكون من الكونتر ملزوق طبقتين اتش بي ال اللي هم عازلين للميه. زي ايه؟ زي كده بالظبط. هي دي الضرفه الخارجيه بتاعه المطبخ من البولي لاك، وانما الداخلي بتاعها هو يعتبر خشب صناعي اللي هو الام دي اف زي ما حضراتكم شايفين، وبيبقى ملزوق عليها من فوق الطبقه اللامعه بتاعته اللي هي البولي لاك، اللي هي دي اللي على الحرف دي، هي دي اللي هي ضد الخدش وضد الكلام ده خالص. طبعا دي شركه جزر التركيه، هي دي الشركه الوحيده المنتجه للبولي لاك التركي. انما في بولي لاك هندي نزل السوق الفتره اللي فاتت نظرا لارتفاع سعر البولي لاك التركي. بس هو دي كل حاجه عن البولي لاك في سريع. لو عاوز شرح تفصيلي عن البولي لاك استنى الحلقه الجايه، هنعمل مقارنه ما بين المطابخ البولي لاك والمطابخ الكلادينج من حيث كل شيء. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تشوف معايا الفيديو الجاي. انا معكم سلام عشري وده مطبخ العمر في حلقه اسالني في السريع. سلام.